ام يوسف، ام يوسف يا بنتي، نعم. مش بند عليكي؟ يعني هند عليك كذا مرة عشان ترد عليا. نعم، عايز ايه؟ لا يعني يعني في ايه يعني؟ 3 مرات عشان تردي. طيب بس مشغولة جوه والله. ما ايه يعني مشغول؟ اما انت عليك تجيلي اهو على طول، ايه يعني مشغول؟ حاضر، عايز ايه؟ لا روح هات لها مشرب اجري. حاضر. يلا بسرعة. والله العظيم لا اوريك. ماشي، انا هعرفك بقى شغلك بعد كده. انا هخليكي تسمعي الكلام، بس اصبري بس عليا. يا بنتي حاضر جدا. هات المية. بسم الله الرحمن الرحيم. خد المية دي وديها. حاضر يا ابو يوسف. خلص وديها وتعالى هات له الريموت بتاع الشاشة وافتحي لي الشاشة. خلصي. هو في نص الريموت اشوفه. طب شوفوا يا خلصي، يلا هاتي بسرعة يلا. أنا عايز أقول الكلمة من مرة واحدة. هاتي افتحي لي الشاشة. طب افتح انت يا ابو يوسف بس عم اخلص اللي جوه اللي ورايا. انا ورايا تصميم براء الشقه المفروض يصحى. أيوه، لا إيه المشكلة؟ قال لا، أنا لما أقول لك على حاجة تقولي لي حاضر وتسمعي الكلام، ومش عايزة تاني كلامي يبقى طيب من بس مرة واحدة. هخلص شغلي وبعدين اجي اعمل لك اللي انت لا. عايزه. خلاص ماشي روح يلا اعمل لي كوباية قهوة بسرعة. طب يا ابو يوسف بس هخلص شغلي واعملها لك. لا ايه يعني شغلك يعني؟ انت بتعملي ايه زيادة عن البنات؟ ما هي البنات طيب كلها المفروض بتشتغل. تقدرني وتقف جنبي بدل ما تقوم مثلا تساعدني وتبقى تقول لي كلمه تكبر بخاطري تعمل كده. اساعدك ايه؟ اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه. اقول لك طيب حاضر، انا هسمع كلامك. اسمعيني لما اكون بتكلم تسمعيني. نعم. خلاص دلوقتي انا طلبت منك اي حاجه تسيبي اللي وراكي، انا اهم من اي حاجه، وتسمعي الكلام. ماشي؟ طيب يا يوسف بس انا لا دلوقتي انت بقى دي شغالة. المعامله بعد كده. ايه يعني شغال؟ ما البنات كلها بتشتغل، البنات كلها بتصب، البنات كلها بتكنس، البنات كلها بتعمل كل حاجه. بدل ما تقف جنبي وبدل ما تقوم تساعد نفسك او تجيب لك مثلا تشرب او تعمل لك حاجه، الحاجه اللي تقدر عليها المفروض تعملها معايا تساعدني. انا برضو واحده مهما كان شايله بيت وابني، فالمفروض تساعدني. فعلا هو ده الصح. ما هو اللي انت بتعمله دوت مش رجوله على فكره. اللي انت تؤمر مراتك كده، واللي انت تزعق لها كده على كل حاجه، واللي انت تكلمها بالطريقه ديت، فدي مش رجوله. ما تفكرش ان انت كده شخصيتك قويه، ده انت كده اضعف شخصيه في الدنيا. الحاجه اللي تقدر عليها اعملها، ساعدها، مش عيب. النبي كان بيساعد زوجاته. الحاجه اللي تقدر عليها قوم واعملها. يا عم الحاج انت عايز تشرب قوم هات لنفسك اشرب. هي برضه يعني مسؤوله من حاجات، من تصبين لغسيل لتنظيف لترويق، وان كان عندها طفل ولا حاجه فانت يعني ساعدها، اقف جنبها، خلي ايدك في ايدها. يعني صدقني الحياه هتبقى حلوه، مش هتكرهك، مش هتزعل منك، ده بالعكس هتطلع بيك السما وهتفرح من اللي انت بتعمله معاها. ما تزعقلهاش كل شويه، ما تعليش صوتك عليها، ما تقولهاش كلمه تتعبها، خليك جنبها وخليك معاها. اتفضل يا ام يوسف. وكمان الواحده بتحب كده، بتحب ان جوزها يبقى معاها، يبقى حاسس بيها، يقدرها ولو بكلمه، مش شرط نعمل حاجه، لو بكلمه، لو قال لها بس يعني كتر خيرك والله انت شغاله وتعبانه وانا مقدر كده، والله 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 يعني ادله صوابعها على 10 عشان. ده انت كمان لو مش هتعمل يعني أيوة. قدرها حتى بكلمه حلوه، بكلمه طيبه، طيب بقى خاطرها. يعني ما تزعقلهاش على كل حاجه، والحاجه اللي تقدر عليها اعملها، مش عيبه. ربنا يهدينا جميعا يا رب. ودي كان الغرض من الفيديو بتاع النهارده، لان الكلام ده بيحصل في بيوت كتير، فاحنا حبينا نطلع وننصحكم. يلا سلام عليكم.